ده معلش ثانية، وإيه علاقة بقى الاتنين ببعض؟ لأن داعش كانت شايفة أيوة. إن القاعدة إرهابيين خنافس. أنا عايزك تحطها في دماغك بس تحطها على جنب. هو ده بداية الكارير الصح كده، لما تعوز تجاهد تروح على القاعدة على هتروح طول. فين؟ أكبر دليل على إن إحنا بنعيش في كوكب الملوخية. صبح صبح يا صبح أستاذ صبح سمسم. شوش أفندي، ازاي حضرتك؟ أهلا بيك. منور أنا زي الشاشة الفل، والله. ده نورك يا برنس. النهاردة أنا عايز أتكلم مع حضرتك عن الأستاذة المحامية فرانشيسكا ألبانيزي. بس قبل ما أتكلم عن فرانشيسكا ألبانيزي أنا هكلمك عن السيد الرئيس القائد الثوري العسكري السياسي أحمد الشرع. ده معلش ثانية، وإيه علاقة بقى الاتنين ببعض؟ دي طليانية من اسمها. أيوة أنا اسمع فهمت صح؟ وأحمد الشرع ده رئيس أيوة سوريا دلوقتي. دول ليهم آه علاقة ببعض؟ هتربطهم آه لنا جوه؟ طب اتفضل اتفضل، أرجوك استرسل. الأستاذ الرئيس أحمد الشرع طبعا زي ما أنت حضرتك عارف في زيارة اه آه في زيارة الرئيس الأمريكي المنتخب الجمهوري العظيم دونالد ترامب. أحمد الشرع راح له السعودية وقعد هو ومحمد بن سلمان مع دونالد ترامب كرئيس سوريا ومحرر سوريا من النظام الفاشي البعثي بتاع بشار الأسد. أحمد الشرع بالنسبة لي يعني لسه ما أقدرش أقول هو لا طب معلش، الفيردكت لحظة الحكم. استوقفك هنا اتفضل. ثانية بسرعة كده. مين أحمد الشرع ده؟ كان إيه وبقى إيه إن بريف كده توصل لنا مين أحمد الشرع ومين فرانشيسكا. مين البنيزي. معلش؟ فرانشيسكا إيه؟ أيوة، ومين الأستاذة فرانشيسكا ألبانيزي عشان نعرف هتربطهم لنا إزاي؟ لا احنا لان انا مش قادر افهم لحد دلوقتي انت ايه انا علاقه عايز الاثنين ابص دول شوف ببعض. فرانشيسكا. فاهم؟ انا ربنا واثق فيك. يخليك ربنا يخليك. شوف فرانشيسكا البانيزي دي انا اتفضل. عايزك كده اهوت ايه تحطها في دماغك بس تحطها على جنب. استنى عليها شويه. ماشي ماشي، حطوا يا جماعه اه دي على جنب دلوقتي في هنرجع اللحظه لها. ديت مين بقى الاستاذ احمد الشرع؟ اتفضل. احمد الشرع طبعا احنا عارفين دلوقتي ايوه، كرئيس سوريا. وهو كان قائد رئيس سوريا. حاجه الثوره جميل. ضد النظام السوري. بس هو الراجل ابتدى كلام عظيم. السي في بتاعته ازاي. ده كان بيدرس اعلام في سوريا. لما حصلت الحرب بتاعت العراق احمد الشرع ساب الكليه، كان بيدرس اعلام في سوريا وراح عشان يجاهد. كان بيجاهد فجاه بقى مع مين؟ هو قرر هيروح يجاهد. الراجل هو انضم الى تنظيم القاعده في العراق سنه 2003. الله اه الله، صح كده. ده هو ده بدايه الكارير الصح كده، لما تعوز تجاهد تروح على القاعده ما على هتروح طول. فين؟ توب. اه المهم حلو. الراجل قعد شويه في العراق وبعد كده راح راجع سوريا اه لغايه ما جاء مم. البغدادي بتاع داعش. بتاع داعش بقى. نقلنا بقى كارير شيفت، مش غير كارير شركات شيفت. بقى. اه بياخد جريد اعلى. غير اه شركات عشان ياخد درجة اعلى. حلو واحنا قوي حلو لازم قوي نفتكر حلو قوي الكلام لان ده. اصل الناس بتنسى ان داعش هي امم منشقه عن القاعده. وداعش انا قاعدة انشقت عن القاعده ليه؟ كلام لان سليم. لان داعش كانت شايفه ايوه ان القاعده ما كانوش ايوه. كانوا تراي كده، ما كانوش ناشفين. مش مسترجلين كده. اه مش اه دكورة كده، مش مالين فكانوا مركزهم. كانوا كانوا ارهابيين خنافس. ف... فداعش طلعت اه اه، علشان لابسين بنطلونات واسعة وراكبين بيتلز وبتاع. ايوه ايوه. وفي هذه اللحظة القاعدة نفسها قالت إن الأساليب بتاع آه. داعش مبالغ فيها. كمان شايفة ان هي برو قاعدة خدت دور أكتر من لازم. حماية الإنسانية. تو ماتش يا جماعة. وفي الوقت اه ده السيد الرئيس أحمد شرع اتقبض عليه من القوات الأمريكية وقعد 5 سنين في السجن. كمان كمان، اللي هو لسه قاعد مع أستاذ اللي ترامب كان ده. لسه مم. من كام شهر قاعد مم. اتقبض قبض عليه. عليه أصلا من الحكومة وبعد كده الأمريكية. أفرجوا عنه حلو وراح حلو. رايح سوريا وابتدى بقى ايه وانشق عن القاعده مم. وعمل كمان
ده هو انشق كمان عن انشق القاعدة. عن ما القاعدة هو وعن داعش. راجل كارير، ده راجل كوميتد للكارير بتاعه. يعني هو صح صح. ابتدى ايوه السلم ايوه الوظيفي ايوه. بتاعه في القاعدة، بعد كده راح طالع لداعش، اتخرج اه. من داعش، قال لك انا اعمل حاجة مم. بتاعتي بقى، وبعد كده راح عامل ميرجر. ايوه ايوه اعمل اه شرعيتي. اه, يا لا، نهار اسود. حاجة عظيمة جدا. في لما انشق مم. عن داعش وعمل بقى الهيئة بتاعته، المؤسسة بتاعته، وابتدى يحارب القوات الجيش السوري، اللي هو طبعا كان جيش اه قمعي، والنظام السوري كان نظام ارهابي. مفهوم. انا لما ايوه مش نيلة خالص قصدي طبعا. اهاجمه، انا بقول الحقائق، ده حصل. ايوه ده الحقيقة، الواقع. ايوه. امريكا قالت ان ده يعني most wanted terrorist، وحطت مكافأة 10 مم. مليون دولار للإدلال عن مكانه، مش انك انت اوف. تمسكه انت بس. 10 مليون دولار بس عشان تقول فين او شاكك ايوه، انه فين. واو. دي مهمة 10 مليون جدا. دولار لغاية ما الراجل كده ايه، سبحان الله، كده في يوم وليلة فجأة روسيا راحت شايلة ايديها من سوريا، وقالت لك انا وما بين انت عمال تقرا الاخبار، تسمع الاخبار والمقاومه، واصلا كان ابتدى بشار خلاص رجع جامعه الدول العربيه، وابتدت الدول العربيه تتكلم معاه، وكل حاجه بقت زي الفل. في لحظه ما فجاه في خلال 72 ساعه قرار الجيش السوري اتاخد. وقع. بشار راح موسكو، مم. واحمد الشرع بقى بطل قومي شعبي بقى بطل قومي. ورئيس مم. للمرحلة الانتقالية في سوريا، واحنا عارف احمد الشرع بقى رئيس بقى رئيس الشرع. الشرعي، بقى الرئيس الشرعي احمد الشرع بقى رئيس لسوريا، الشرعي. هو الراجل من اسمه يعني، هو هو اتولد وهو عارف انه هيروح يبقى الرئيس الشرعي وتوجت في شرعيته اسمه حتى. بأن الدول العربية اعترفت امم. بيه. اعترفت. والرئيس الأمريكي في أول زيارة ليه بره أمريكا في الشرق الأوسط في الشرق يروح الاوسط. السعودية، ومين يجي يقابله في السعودية؟ أحمد الشرع، السيد احمد الشرع. مش رئيس الله. مصر. ده ما فيش شرعيه اكتر من كده، ما فيش شرعيه اكتر من كده. اه. لا لا لا، رئيس رئيس مصر مصر لم مش وقته يدعى دلوقتي. لهذه الزيارة، امم. وأحمد الشرع قعد آه، هو ومحمد بن سلمان مع الرئيس الامريكي. وفجأة آه. التاريخ الوظيفي المبهر بتاع الأستاذ أحمد الشرع. ال10 مليون دولار دول ما بقالهمش قيمه. طب قدموا له اعتذار مثلا، وال10 مليون دولار دول كانوا غلط، احنا كنا فاهمين غلط، انت راجل محترم وعظيم، لا ولا لا لا، الحاجات خلاص دي بقى عدت محدش هيفتكر؟ كده زي شوية التراب اللي انت مكسل ترميه في الزبالة، فانت بتروح حاطه هم. تحت السجادة، تحت الكنبة. الله. واحنا يا طبعا اصلنا لهوي. خرفان، مش لا بنفتكر ولا بنفكر ولا بنشوف، وبننسى، وبيتقال لنا ده كده، ده احنا عظيم وجا ملهيين بقى وانقذ في اللي الدولة، بنجري فاحنا وراه. خلاص كده مم. صدقنا ان هو انقذ الدولة. طب نرجع بقى للأستاذة فرانشيسكا دي، ايه علاقتها بالأستاذ أحمد الشرع؟ خلاص احنا فهمنا الأستاذ أحمد الشرع وجه منين وراح فين واتكلنا على جميل. قفانا. الست دي بقى ايه علاقتها ده بالراجل ده؟ ايه علاقة فرانشيسكا البانيزي بالراجل ده؟ من هي فرانشيسكا البانيزي؟ تاريخها الوظيفي كله في حقوق الإنسان. حلو. آه كلام سليم. الست حاجة كده يعني قمة في الاحترام، تسمعها كده بتتكلم في مزيكا بتطلع منها. سنة تمام. 2022 آه ادوها وظيفة في الأمم المتحدة، إن هي الوظيفة Rapporteur on the Occupied Palestinian Territories. فهي وظيفتها إن هي بتعمل تقريرات عن مم. اللي بيحصل في فلسطين المحتلة. تقارير يا هندسة، تقارير. تقارير. مفيش تقريرات دي. تقارير، أيوه هي دي، صح، اسم الله عليك، هي دي. طيب اتفضل. تعمل تعمل تقارير تقارير عن عن الحالة الحالة في في لا، غزة، مش في صح غزة، كده؟ في فلسطين المحتلة. وفي طبعا لما ابتدت أول حرب على غزة في 2014، الست قالت إن اللي بيحصل ده يعني ده شكل من أشكال الهمجية والبلطجة. مظبوط. آه
بالظبط، ومنطقي يعني، ده كلام بتاع لا حد خلاف عاقل عليه. يعني. آه اه. وطبعا من ساعة 7 أكتوبر والمجزرة اللي بتحصل في غزة آه، لغاية لحد دلوقتي، دلوقتي. هي بتقول يا جماعة دي إبادة جماعية، وبتقول إن واضحه. إسرائيل دولة دولة فيها عنصرية، أبرتايد، لأن في بلد عايش فيها تو جروبس اوف مم. بيبل، طبعا. مجموعتين من الناس، مجموعة ملايكة ومجموعة تانية بتاخد على دماغها جامد. الإدارة الأمريكية من يومين حطت فرانشيسكا ألبانيزي على سانكشن ليست، يا راجل، لستة عقوبات على على الست الست شخصيا، شخصيا. لأن ايوه. هي داعمة للإرهاب، اي ارهاب. الإرهاب ضد عشان الإسرائيليين. يعني غزة فيها حماس فكده داعمة الارهاب حبايبي ايوه صح الإسرائيليين صح، دولت ايوه منطقي منطقي. آه، طبعا. غلابة غلابة. خالص، فاستاذة فرانشيسكا بقت داعمة داعمة للإرهاب للارهاب دلوقتي. واتحطت على سانكشن ليست. وعليها عقوبات. الله. وقدموا جواب للأمم المتحدة، وزارة الخارجية الحكومة الأمريكية الامريكاني. قدمت جواب للأمم المتحدة كمان عشان الله. يرفدوها، اه. لأن أنتوا عاينين ست إرهابية. اصلا. آه. ارهابيه. ده كويس يا عم، الحمد لله ان ما حطوش عليها 10 مليون دولار هي رخرة. ف الله، فانت دلوقتي اللي عايزين نروح له بقى كله دلوقتي انه فرانشيسكا بقت أيوه، ارهابيه، بقى واحمد راجل شرعي، الشرع بقى رئيس شرعي منتخب. ثوري، عسكري، الله سياسي، الله. هو ده فكده الكلام. خلاص هو كل ده حاجة بقى الكلام. ليها معنى. كده احنا طبعا منطقية، كل حاجة واضحة مشروحة بالظبط، احنا بنهزي في ايه. فانت بتسالني في الاول واضحة. هو ايه علاقه احمد الشرع بفرانشيسكا البانيزي، ان هما الاثنين كانوا فهمت. مربوطين نوعا ما بفكره الارهاب، مم. ولكن لسبب الارهاب. ما الخريج القاعده وداعش بقى قائد ثوري، قائد ثوري ومش ارهابي. وخريجة جامعة بيزا واللي معاه ماجستير. وماجستير من انجلترا ومعاه ماجستير من انجلترا. ومش عارف في ايه، في انستيتيوت في اوكسفورد، بقت ارهابيه. ارهابية من الدرجة ايه الاولى. يا جماعه، دي يوجب ايه عليها يا جماعه، القصاص كمان. طب يعني بالراحه، يعني ما ينفع كتير كده. دي دي اكبر دليل على ان احنا بنعيش في كوكب اه الملوخية. انا ما اعرفش هو كوكب الملوخيه ولا احنا عايشين في زمن الملوخيه. لا لا، هو كل الازمنة كانت ملوخية واحنا بس مش دارين. امم لا لا تعليق. تعليق. لا تعليق. وعليه العوض ومنه العوض، خلاص مش. وعليه العوض ومنه فاحنا العوض يا قلبنا جماعة. مع الاستاذه فرانشيسكا بس البانيزي في الوقت الحرج اللي هي بتمر بيه اه دلوقتي، وبنحيي وبنحيي القائد الثوري الأستاذ احمد أحمد الشرع الشرع ونهنئه على شرعيته. وألف مبروك للجميع وصباح يا الفل. جماعة. صبح صبح.